السلام عليكم. معقولة الجمال ده كله هنعمله على الغاز بدون فرن وبدون حليب ولا زبدة ولا بيض؟ خبز هش واقتصادي بالمية والدقيق فقط، وكمان بدون فرن للناس اللي ما عندهاش فرن، أو لا قدر الله لو حصل والفرن بتاعك اتخرب أو بايظ أو أي حاجة. هنعمل خبز كده للسندوتشات، ينفعكم إن شاء الله في السحور في أي وقت، يعني حتى لو هتغمسوا بيه مفيش أي مشكلة يعني. هاقول لِك على كل الأسرار والملاحظات اللي تخلّي معاكم الخبز اللهم بارك زي ما أنتم شايفين هو لسه سخن جدًا يعني ما لحقش يبرد، يعني أنتم لو شايفين واضح في الكاميرا بخار المَيّة طالع، شايفين قد إيه الخبز هشة ومورقة تحفة. شاهدكم في الجنة، خلّونا نسمّي بسم الله ونصلّي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ونبدأ الوصفة. سمينا بسم الله أصحابي. هنبدأ. أنا هاشتغل على كيلو من الطحين عشان أنا هاعمل وصفتين من هذا المعجنات يعني، فأنتم هاكتب لكم مقادير النصف كيلو للناس اللي تحب تجرب بهذه الطريقة. طبعًا في أي خبز أو أي كيك أي معجنات بنعملها لازم ننخل الطحين ونغربله كويس جدًا، لأن ده بيدخّل نسبة هوا ويديكِ معجنات هشة وخفيفة. وطبعًا اختاروا نوعية طحين تكون كويسة يعني وجيدة وأنتم مجربينها. في الغالب لمّا بنعمل الخبز في الفرن بنحط مثلًا لحد ربع كيلو ربع كوباية صغيرة من السكر. هنا أنا مش هازوّد السكر عشان الخبز ما يلوِّنش أكتر من اللازم ويتحرق معايا، لإن إحنا تسويتنا على الغاز مش على الفرن. فهاضيف معلقة كبيرة ونُص على الكيلو سكر فقط، معلقتين كبيرة من الخميرة، معلقة ونُص صغيرة من الbaking powder، وهاضيف معلقتين كبيرة من الزيت، واللي ما يفضّل زيت ممكن كمان يستغنى عنها ما فيش أي مشكلة، بس بتخلّي اللقمة ناعمة كده وحلوة. وهانزل بالمَيّة تدريجيًا، المَيّة بدرجة حرارة الغرفة لإن أنا الجو عندي بدأ يحرّر. أنتم عندكم برد، دفّي المَيّة شوية عشان تسرّع معاكِ التخمير. حطيتها في العجان 10 دقايق حتى العجينة اتلمِّت وكده واتعجنت حلو كويس جدًا. زي ما أنتم شايفين لازم تبقى رطبة فيها تلزيقة في اليد، هو ده اللي بيدّيكِ أي معجنات أو أي خبز يكون هش وخفيف ما يكونش مكتوم واللقمة تقيلة. هنا حطيت معلقة زيت بس عشان ما تلزقش في إيدي، وهابدأ أجمّع أطراف العجينة لأسفل. وطبعًا لو أنتِ ما عندكيش عجان وعايزة تعجنيها ما فيش أي مشكلة، ضيفي المَيّة بالتدريج. طبعًا الكيلو بياخد من كوبايتين ونُص ل3 كوبايات حسب نوعية الطحين. ضيفي الماء بالتدريج حتى الطحين يختفي تمامًا وما تتعبيش إيدِك، غطّيها بمنشفة قطنية وسيبيها 10 دقايق. هتبدأ الخميرة تتفاعل، تبدئي تعجنيها مش هتاخد معاكِ وقت ومش هتتعب لِك إيدِك، لإن الجلوتين ما يكونش لسه نشط مع اختمار الخميرة. فالطريقة دي بتبقى مريحة وإحنا عملناها مع بعض أكتر من مرّة، عجنّا بإيدينا. هنا أصحابي زي ما أنتم شايفين اللهم بارك سِبتها حتى يتضاعف الحجم، أنا أخدت معايا تقريبًا حوالي 40 دقيقة وكانت تضاعف الحجم بتاعها. طبعًا لو الجو بارد ممكن تاخد ساعة، ساعة ونُص حسب الجو اللي أنتم موجودين فيه. هاهبّط التخمير وهابدأ أقسّمها كرات حسب طبعًا حجم الأرغفة، وطبعًا حسب المقلاية أو الصينية، حتى لو عندِك صينية برضه ينفع برضه ما فيش أي مشكلة. هابدأ بقى زي ما أنتم شايفين كده هنكوّرها، أنا يعني مش هاوزن بالميزان، خلّيها كده على الله وهاقسّمهم بالنظر يعني كده، هاحاول أعملها كُرة متوسطة يعني ممكن تيجي من 70، 80 جرام كده يعني. ولو الأرغفة مثلًا كبيرة عن حجم المقلاية أو حجم الصينية اللي أنتِ بتشتغلي فيها، اللي هتسوّي عليها في الغاز، ممكن بعد ما نلِف الخبزة تقصّي الأطراف بتاعتها وتسويها يعني. يعني ما فيش حاجة إيه صعبة، أي حاجة هنقدر نوظّفها حسب المواعين اللي هنشتغل فيها. أنا هنا خدت مقلاية عندي وهاضيف عليها ورقة زبدة، وممكن تستغنوا عن ورقة الزبدة، هو كده أصلًا مش هيلزق، الخبز مجرد ما بيستوي بينشف من أسفل ما بيلزقش يعني. بس أنا عشان المقلاية دي بتسخن بسرعة، فعشان إيه، يعني أحمي لو ما ياخدش لون زيادة يعني، فقط لا غير، يعني هو ده الهدف من ورق الزبدة. هنا زي ما أنتم شايفين بناخدها الكورة على رشة دقيق خفيفة جدًا، وبافردها زي ما أنتم شايفين كده وبنلفها رول، ولازم نقفّل الأطراف كويس من الجوانب ومن أسفل عشان ما تفتحش معاكِ أثناء التسوية وتبوّظ شكل الأرغفة، وبادّيها ببرمة خفيفة. وأنا بامسك الأطراف باقصّها بالسكينة من يمين وشمال عشان إيه، تاخد شكل حلو يعني في المقلاية. وهابدأ بقى أحطهم حسب حجم المقلاية بتاعتِك يعني، أو حسب الصينية هتاخد كتير هتاخد قليل براحتكم.
هنا اخدوا معايا 2 4 6 7 8 9 ارغفة. هنا بقى هغطيها واسيبها حتى لازم يتضاعف الحجم. يعني اهم حاجة في الخبز والمعجنات هو فترة التخمير الاول للعجينة، المرة التانية التخمير التاني بعد التشكيل. هغطيها بمنشفة قطنية واحطها في مكان دافي كده. انا يعني اغطيها وكده يعني، واخليها على الرخامة واخليها تخمر. هنا بقى نيجي لبداية التسوية. لازم العين بتاعتك اولا لازم تحطيها على العين الكبيرة عندك. ليه؟ عشان النار تبقى ملامسة كل المقلاية بتاعتك. هنا بس انا وريتكم الغاز، ولازم تبقى نار شمعة عشان ما يتحرقش منك الخبز، وفي نفس الوقت يستوي من اسفل ومن اعلى وما يبقاش من قلبه عجين. هنا طبعا انا لو حطيت غطا هيعمل بخار مية كتير وهيعرق الخبز ويبقى رطب معايا. فالافضل ورقة السيلفر. هنا بقى اصحابي بعد ربع ساعة اهو شايفين العجينة نشفت من فوق، ولو هزيتي المقلاية هتلاقي الخبز بيتحرك كده. يبقى سهل ان احنا ايه، ان هو كده استوى من اسفل. هنا خدت ربع ساعة بالظبط معايا. وهبدأ بقى على اي بورد على اي طبق، بس بالراحة هنبدأ نقلبها. اهي شايفين اخد تسوية ما شاء الله تحفة. هنا بهدوء برضو هنزلها عشان ما يهبطش منك التخمير في اثناء الاستواء. هو هيهبط سنة لان هو مش زي الفرن يعني، هوريكم بعد التسوية. وبرضو هرجعها ربع ساعة النار تبقى شمعة وحتى تاخد. قلبتها بقى اهو تاني اهو زي ما انتوا شايفين هنا تستوى اهو اللهم بارك تحفة. هغطيها عشان يرد شوية البخار. انا غطيتها بس دقيقتين عشان اختم الفيديو. طبعا المفروض تخلوها ربع ساعة اقل حاجة عشان يردها البخار بتاعها ويطريها اكتر. لكن أنا عشان كنت مستعجلة وعايزة اخلص الفيديو. شايفين اللهم بارك الخبز هش خفيف اسفنجي. اهم حاجة سواء هتعمليه في الفرن سواء هتعمليه في المقلاية، هو بس عوامل التخمير وفي القلب. يعني انا في حبتين هبطوا مني وانا بقلبها، وده شيء طبيعي لان هو ده شغل مقلاية يعني مش شغل فرن. فلازم مع القلبة سنة شوية الخبزة هتطرى شوية يعني، او هيهبط منها سنة تخمير اهو. هش وخفيف وهو لسه بالنار بتاعته يعني ما بردش خالص. اعملوها وتبسطوا عليها اللهم بارك تحفة وريحته جميلة جدا. وخبز اقتصادي بالمية، لا اضفنا زبدة لا اضفنا بيض ولا حليب ولا زبادي ولا اي حاجة. وشايفين اللهم بارك طالع تحفة. تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك في القناة. هكتب لكم كل المقادير في صندوق الوصف. اشوفكم فيديوهات جاية كتير. سلام عليكم.